بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواني وأخواتي الأعزاء، أهالي الدائرة الرابعة بالمحافظة الوسطى، سكان مدينة عيسى ومدينة زايد، يشرفني أن أعلن لكم عن عزم الترشح مستقلا لنيل شرف تمثيلكم في وظيفة مجلس النواب. ولكن قبل ذلك لنكن واقعيين، أن غالبية شعب البحرين غير راضي عن أداء المجلس، وذلك لعدة أسباب لا يسع المجال لذكرها الآن. أبرزها ضعف أداء المجلس، ولكن أود أن أذكركم وأذكر نفسي قبلكم أن جميع النواب منذ عام 2002 وحتى الآن نحن من انتخبهم، ولذلك يجب علينا أن نرتقي باختيارنا كي نجد مخرجات جيدة من المجلس. ثانيا، من يرشح نفسه ويعطي وعودا بأنه سيحقق شيئا فاعلموا أن هذا الشخص جاهل ولا يفقه في أمور المجلس، حيث أن هذا المجلس يتطلب عملا جماعيا ونوابا صادقين أمام الله وأمام أصواتكم لتحقيق تطلعات المواطنين. أما النائب الواحد فهو كل ما يستطيع تحقيقه توجيه سؤال واحد فقط إلى الوزير، أما بقية الصلاحيات فهي صلاحيات جماعية بحاجة إلى تصويت أكثر من نصف الأعضاء. ولكن يا أخواني، هذا لا يمنع أن نعاهدكم أمام الله عز وجل أننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق مشاريع لتحسين المستوى المعيشي، كما نعاهدكم أننا بإذن الله سندور مع الحق دون مواربة أو النظر إلى مصالح شخصية ضيقة والعياذ بالله. إخواني وأخواتي، أود أن أقول لكم أن الترشح لهذا المجلس جاء من باب نبذ السلبية ونفورا مع الوطن، فما أنا إلا مواطن مثلكم ابن هذه الدائرة عاش معكم منذ الطفولة وحتى الآن، يشعر أنه من الممكن أن يحقق شيئا لأهله ويتقرب إلى الله بخدمتهم، فسيد القوم كما تعلمون هو خادمهم. ولم يأتي هذا العزم إلا بعد خبرة دامت 12 عاما من العمل في المجال السياسي ومراقبة دقيقة لما يجري في مجلس النواب بحكم عملنا كصحفي وإعلامي، لطالما كنا نقف مع هموم المواطنين ومشاكلهم. ثالثا، وهو الأخطر والأهم، وهذه هو صلب رسالتي لكم أيها الأخوان، أن هذه المرحلة تكاد تكون أخطر مرحلة في تاريخ البحرين، حيث بات واضحا أن القوة التي تتربص بالمملكة قررت من مقاطعة الانتخابات، رفضت عروضا نصفها بالخطيرة للتسوية السياسية مثل 2020 لعضوية المجلس و666 لمجلس الوزراء، وقرر الوفاق بالمقاطعة الذي جاء من السفارة الإيرانية وبدعم ومباركة من السفارة الأمريكية جاء لإحراج الدولة، بحيث تكون النتيجة أن الشعب عازفا عن الانتخابات. إن المعركة المقبلة هي معركة أرقام، فكل مواطن يتقاعس عن الذهاب إلى صندوق الاقتراع في ذلك اليوم سيكون رقما في صندوق المؤامرة ضد الوطن. فانظر أخي وأخيتي أين تريد أن يكون موقعك في وطنك الذي تعيش فيه. إن الحسب هذه المرة في قرار المشاركة أو المقاطعة في الانتخابات تختلف كثيرا عن سابقاتها. هذه المرة الموضوع فوق مستوى ماذا قدم لي النائب أو ماذا استفدنا منه، كما أن الوضع لا يستحمل دخول نائب ضعيف أو دخول من يبحث عن منصب أو لبس البشوت. الذهاب لصندوق الاقتراع يا أخوان أمر ضروري، حتى لو اضطر الناخب غير المقترع بالمرشحين إلى رمي ورقته بيضاء في الصندوق، ولكنه يكفي أنه شارك في رقم مع الوطن وليس ضده. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وترقبونا إن شاء الله في رسالتنا الثانية التي سنعلن لها بكم عن برنامج الانتخابي. وشكرا.